السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. الفيديو ده يا رب بس الفيديو بس يكمل معايا. المرة اللي فاتت عملت فيديو، انا سامحوني، عندي مشكلة كده في التخزين بتاع الذاكرة، يعني التليفون ما بيشيلش الفيديو لو دخل ربع ساعة ولا كده يعني. بس النهارده ان شاء الله باذن الله ما اطولش عليكم، والفيديو يمشي معانا زي الفل. الموضوع اللي انا عاوز اقوله لحضرتك النهارده، او عاوز اقوله لحضرتك، حاولوا يا جماعه على قد ما تقدروا في العلاقه مع اصحابكم، يعني وفي الصداقه وفي دوائر العمل، في العموم، يعني حاولوا على قد ما تقدروا تحطوا حدود بينكم وبين الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم بجد. يعني يمكن الحاجه دي انا فرقت معايا شخصيا، يعني انه انت تعمل حد بينك وبين الناس اللي انت بتتعامل معاهم. هقول لك ليه تعمل حد بينك وبين الناس اللي معاهم. اولا، صديقك ده على عينه وعلى راسي، بيحبك وبيعزك وكل حاجه، بس لازم يعرف قيمتك. ازاي؟ لو هو مثلا او مديرك او زميلك، بس انا دي مش دعوه يا جماعه ان انتوا تتمردوا على المديرين بتاعتكم والموظفين اللي انتوا شغالين معاهم. انا عاوز اقول لك على زتونه كده في الموضوع ده هتفرق معاك. خلينا نتكلم في موضوع الشغل. حاول على قد ما تقدر باسلوب شيك وراقي، انت ما تبقاش متاح طول الوقت. انت لو كنت مهندس شاطر ولا كنت دكتور شاطر ولا اي حاجه، مثلا شغال مثلا في شركه ولا في اي حاجه، حاول على قد ما تقدر ما تبقاش متاح طول الوقت. يعني حاضر، تمام، عينيا. فاهم قصدي؟ ليه بقى؟ الموضوع ده بجد هيرهقك ارهاق كبير جدا، ولو ما تعودتش تقول لا، والله العظيم هتفضل تعاني طول حياتك من عدم كلمة لا. اولا انت لازم تعرف انه انت لما تساعد، بس ما يبقاش على حساب نفسك، ما يبقاش على حساب وقتك. يا سيدي لو رسالة واتساب مثلا اتبعتت لك، بس انا دلوقتي مش فاضي، انا حر، انا مش هرد. دي حياتك اصلا، وانت براحتك ترد ولا ما تردش. شوف، انا بكلمك في حاجة بسيطة جدا بس حاجة كبيرة. فلما انت تقول لا، اولا انت بتعمل حماية ودرع لنفسك حرفيا. لما بتقول لا بتعمل درع لنفسك وحماية. غير كده الناس بتعرف عبد الرحمن او بتعرف احمد او بتعرف فلان، بتعرف ان الشخص ده شخص ايه، اللي هو بيعرف يقول لا. فاهم؟ صدقني الناس مهما تكون هي طيبة، بجد احنا بشر، وهو ممكن يستغلك. انا الموضوع ده بصراحة كنت متخيل انه في ناس في الحياة كده يعني مش هتستغلك، طيبين، بس هم بشر. لما يلقى عبد الرحمن بينفذ له كل رغباته وكل طلباته، خلاص اجيب. حتى لو هو مش باين ان هو خبيث في الحته دي، فاهم قصدي؟ حتى لو هو باين مش هو خبيث، بس هيستغلك. هات لي دي، ودي لي دي، صور لي دي، انت وجاي هات لي فاهم قصدي؟ ده ما يمنعش برضه يا جماعه ان انتوا تساعدوا، بس انا بقول لك حاول على قد ما تقدر تقول لا. خلينا نتكلم في موضوع الصداقه. صديقك لو هو كويس معاك وبيحبك وبيودك وبيعمل معاك كل حاجه زي الفل، لو زعلك في مره حاول تاخد موقف. ده لو اخوك في البيت زعلك حاول تاخد موقف. ليه؟ اولا يا جماعه انت بتعمل لنفسك شخصيه، لانه خد بالك، لو حد زعلك مره ورجع يصالحك والله العظيم هيعرف ديتك، هيعرف انا لو قلت له كلمه هيرجع. فاهم قصدي؟ فهي دي بقى النقطه المهمه والنقطه الفارغه في حياتي انا شخصيا. لما الناس يا جماعه بيزعلوك، هو زعلك وعارف ممكن يفتح معاك نقاش وهيضايقك، وعارف لما يضايقك هتروح البيت وتاخد فتره قافل تليفونك ومش بترد على رسائل واتساب ومش بتفتح فيس ومش بتعمل اي حاجه. اقول لك يا عم سيبه، هو ديته ساعه مع نفسه كده، مش لازم اقول لحد. هو ديته ساعه عبد الرحمن ده، بس خليه بس يعدي النهارده وهقابله بكره، هبتسم له بس مع نكته مع هزار هيرجع زي الاول. انت متخيل؟ بس مع انا اللي عملت في نفسي كده وحضرتك اللي عملت في نفسك كده. طب انت تعمل ايه؟ اولا لازم تاخد موقف، وبعد ما تاخد موقف لازم تقول للشخص ده بالنص كده: انا الجمله اللي انت عملتها في القعده الفلانيه، ولا الجمله اللي عملتها لو كنا قاعدين في الكافيه، ولا الجمله اللي قعدتها انت كده قلت مني، بالمصطلح الدارج يعني عندنا في مصر.
انت كده زعلتني، انا الحاجه دي بتزعلني بس. صدقني الحوار اللي انت هتعمله ده وهتفتحه مع صاحبك او مع صديقك مع زميلك هيفرق معاك 100%. الموضوع ده هتلقى فيه نوع كده سبحان الله من الحماية لنفسك ومن معرفة الناس بعبد الرحمن، بأحمد، بخالد، بمنى. فلو انت اتعاملت بالمنطلق ده هتنجح في حياتك. خدها من واحد عانى من الموضوع ده كتير قوي. مع جملة ان انت تقول لا انا مش فاضي النهارده، عاوزين نخرج، لا انا مش عاوز اخرج النهارده، لا انا تعبان، لا انا حر. فاهم قصدي؟ بشوف كده في كل الناس اللي حوالين اللي هم الاصدقاء مع بعض، بشوف اللي هو البني ادم والشخص اللي هو بيقول لا ده، بحس ان هو الكاريزما اللي في الشله دي بجد، اللي هو الشخصيه اللي هو بيحب يعمل الحاجه وقت ما هو بيحب يعملها. فاهم قصدي؟ مع بقى خد عندك ان انت في احترام من اصدقائك طبعا، ان انت شخص عندك شخصيه، شخص ما فيش حد بيقدر يسيطر عليك، وده الصح على فكره. ده ما اسموش خبث يعني، ده ما اسموش خبث، ده اسمه انت بتعمل شخصيه لنفسك، بتعمل حدود لنفسك، بتعمل كارير زي ما بيقولوا. فلازم لما حد يزعلك في فاتوره هنا لازم بتدفع، في ثمن بيدفع هنا. سوري معلش التليفون شكله زعل. فخلي بالك من الموضوع ده. بس مش هطول عليكم، وبشكركم على الاشتراكات، وبشكركم على التفاعل، وبشكركم على دخولكم على البث المباشر، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.